الناس كلها بقت بتعاني من موضوع الديسك، وبقوا بيتعاملوا ان الديسك ده شيء عادي. يعني هيحصل لي ايه يعني لو فضلت عندي ديسك وما عالجتوش؟ اهم حاجه ان انا يومي ماشي وخلاص. الديسك شيء خطير، ما ينفعش ان احنا نعديه او نتعامل معاه ان هو شيء عادي او كده. المشكله بقى الاكبر ان الناس بتخاف من العلاج بتاعه، ومتخيلين ان علاجه اذى ليهم، مع انه العكس. النهارده معانا دكتور محمد سمير الملا، Associate Professor in MUST Neurosurgery. هيقدر يفهمنا بالظبط ان احنا ما نخافش من العلاج ونفهم تفاصيل اكتر واقوى عن الديسك. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك. نورتنا. اخبار حضرتك ايه؟ دكتور، دلوقتي فكره كونسبت الديسك ان انا ناس كتير قوي خلاص بقى عندها ديسك بسبب طبعا الشغل، بسبب الحياه، ظروف الحياه عامه، وبيتعاملوا ان لا، انا اخر حد ممكن اروح له هو الدكتور النيوروسيرجي. في ستابس كتير قوي انا هعملها، زي علاج طبيعي، اروح اعمل جلسات مساج، لكن اروح للنيوروسيرجي لا. الحقيقه بننصح الناس دايما انك لازم تبتدي الامور ستيب باي ستيب. ابتدي الطريق من اوله، تعرف انت تشخيصك ايه. 90% من الحالات اللي عندهم مشاكل ديسك او انزلاقات غضروفيه ما بيحتاجوش تدخلات جراحيه. اوكي. المفهوم اللي عند الناس انا هروح للدكتور فيقول انت لازم عمليه، وده الحقيقه مفهوم خاطئ. انت لازم تروح له تعرف انت في انهي مرحله، انا متاخر ولا انا كويس بالظبط. لان المراحل البدائيه والمراحل الاوليه دي مراحل سهل جدا علاجها. العلاج الطبيعي، علاج الدوائي اللي هو بنسميه العلاج التحفظي كونزرفتيف تريتمنت، ده بيفرق معاهم كتير. بنديهم انستراكشنز كمان. اللي عندهم اوفر ويت بنقول لهم يقللوا، اللي عندهم بوزيشننج معين في الشغل او بيشتغلوا شغلانات معينه بنقدر نوجهه للامور دي، بيتغير حياته، بيتغير اللايف ستايل، بيقدر يمشي على الانستراكشنز بتاعتنا، بيفرق معاهم بصوره كبيره. أوكي. لكن المريض هنا طبعا عشان قلقوا من فكره بالزبط. ان هو هيقول لي هعمل عمليه، فاعمل اشعاعات وبعدين يقول لي اعمل عمليه، فقلقان، فطبعا انا مش هروح اكشف خالص. بالظبط. يعني هو يعني لما يحس بألم عامة ان هو عنده بدايات ديسك، او ان في ابتدى يبقى في تنميل، او ابتدى يبقى في مشكله معينه، لازم اتوجه على طول لدكتور النيوروسيرجي يقول لي انا اعمل ايه. مفيش حد في مرحله معينه في حياته الا ما اشتكى من وجع في فقراته. طبعا فقرات رقبه، فقرات ظهر، مفيش حد. طبعا. انا في اطفال شفتهم واحتاجوا بعضهم للتدخلات جراحيه، اطفال يا حبيبي، لمجرد ان كان عندهم مشاكل مزمنه في الم في ظهرهم او حاجه. طبعا كان عندهم دول مشاكل اصعب، شايلين شنط المدرسه الثقيله العنيفه، انت عارفه بعضهم بيشيل حاجات كتير جدا. هي شنط المدرسه بتاعت الاطفال دي ممكن تخلي طفل صغير يحصل له كتير ديسك جدا. انا عملت حالتين كان عندهم انزلاق غضروفي، كانوا في ابتدائي. انا بجد اول مره اسمع عن القصه دي. عمليات كانوا مش سبب شنط المدرسه، ما عملوش اي اكتيفيتي تانية خالص. فشنط المدرسه دي من الحاجات للاطفال قصه فظيعه، مأساوية. عشان كده حتى الاطفال دول او اي حد بيبقى في السكول ايج ده بقول له انت لازم تشيل كتبك على قد السكادجول بتاع اليوم، او لو جاب او الرولينج باج بالظبط كده. لكن تشيل على ظهرك ده لا. صعب جدا، خصوصا الطفل غضاريفه ضعيفه، عضلاته ضعيفه، ما عندوش حاجه تتحمل زي الكبار ان هو يقدر يشيل اوزان، مفيش ماسلز بالظبط كده. يعني البين والفكره ان انا اي حاجه ممكن تؤدي لده لازم اخلي بالي منها من بدري. طيب امتى الالم المزمن بشكل عام؟ الالم المزمن دي علامه من الريد فلاكس بتاعتنا. اوكي. واحد بيشتكي من الم مزمن، دي اول حاجه في الريد فلاكس اللي بنقول دي العلامات الخطيره اللي لازم بعدها تتجه. انت عندك مشكله في فقراتك قد تستدعي تدخل جراحي وقد تستدعي لا، بس انت لازم تبقى عارف. بس الريد فلاكس دي علامات خطيره، مفيش بعدها اهمال. ما ينفعش ان انا اجي اقول انا مش هروح اشوف دكتور، انا هعمل علاج طبيعي وخلاص. بعض كتير من الناس بيتجه للعلاج الطبيعي من الاول. طب انت ما تشخصتش، محدش شاف اشعاعاتك، محدش كشف عليك، محدش عارف انت في انهي مرحله. انت عارفه ان في بعض الحالات من الانزلاقات الغضروفيه المتقدمه اللي بنسميها الانفجار الغضروفي ممنوع ليه علاج طبيعي. يعني ما ينفعش بيعمل في علاج طبيعي، ما ينفعش يعمل علاج طبيعي، ده احنا محتاجين له ريست خالص، وبعدهم بنقول له باد ريست لايام معينه، ما تتحركش من السرير مع العلاج اللي هنديهولك، وغالبا في المرحله دي بيحتاج تدخل جراحي. وهل بقى فكره الجيم والكلام ده، في ناس بيقولك انا قوي عضلاتي فما يجيليش ديسك، او ان انا يعني ايه الحقيقه المشكله احنا مش ضد الجيم خالص، لكن ضد حاجات معينه لمريض معين. يعني انت لو مريض فت ومريض سنك كويس وما عندكش مشاكل غضروفيه او مشاكل مفاصل او غيره، انت ممكن تتمرن، وطبعا تتمرن تحت السوبرفيجن من حد فاهم بيعمل ايه، في جيم مجهز بالكلام ده. انت عارف في حاجات صغيره جدا الناس للاسف بتعديها. في الجيم نفسه حتى التريد ميل الناس بتجري عليه كل يوم، ده في انواع وفي اجهزه وفي حاجات معينه عشان ده ياثر على الدور ده ما ياثرش. لكن الناس بتاخد في جزم كمان معينه، وفي جزم معينه، فالناس بتاخد الامور شويه لايتلي، بتاخدوهم باستخفاف وبيعدوها. ان هتفرق ايه الجزمه دي عندي، هيفرق ايه التريد ميل ده عندها، مش الدرجات دي، مش الدرجات دي يعني. استخدامه المتواصل، ناس يقول لك انا ما بشيلش حاجات تقيله، ده انا بروح وبجري وبعمل، جاله انزلاقات غضروفيه.
وبسبب ان هو يعني راح يعمل رياضه، بسبب راح يعمل رياضه، يا الرياضه اتعملت غلط، يا على جهاز غلط، وعملت رياضه وشلت احمال بدون وعي او بدون مراقبه من حد بروفيشنال فاهم انت بتشيل ازاي وبتعمل ايه. ودي نقطه مهمه جدا طبعا، لان كتير بيروح الجيم يقول لك انا بروح اتمرن، شال اوزان بطريقه خاطئه، يعني عملت له مشكله عضليه او وتريه او مفصليه او انزلاقات غضروفيه، وبتبقى خلاص بقى الموضوع بيبقى ودخلتك في حته انت بالزبط. ممكن تكون سليم ودخلت في تراك بتاع عمليه وانت مش عارف انت رايح فين. طيب طرقعة الرقبة من أسوأ ده الناس كلها يصحى من النوم يطرقع رقبته كده. والحقيقه دايما اللي بسمعه يقول لك انا برتاح جدا لما بعمل الحركه جدا ده على طول. الجوينتس اللي هي المفصليه اللي ماسكه الفقرات ودي اللي في الجزء الخلفي من كل فقره بيحصل فيها التهابات. مجرد لما بيعمل التراكشن ده عليها او بيعمل الكراكنج زي ما بيسموه بيحس ان هو اي حاجه التهابيه لو عملت عليها موشن هتهدي. كتير جدا يقول لك انا بيجي لي اوجاع رهيبه مفصليه وانا لسه صاحي من النوم، لما بقوم اتمشى وبتحرك واعمل الالم ده بيروح. اوكي تمام. هي قصه انفلاماتوري، قصه التهابيه. الناس اللي بالوضع ده انت هتفضل تريحك مره واثنين وثلاثه وبعدين هتنقلك من مرحله الالتهابيه لمرحله الخشونه اللي هي قصه مزمنه مش هتعرف تعالجها. طبعا هتاخد ليها ادويه تحسن برضو الاعراض لكن مش هتنهيها، وسيكونس بقى ماشي انت طالع السلم وسيكونس مستمر بالظبط من فقره للتانيه وبعدين تستمر بعدها لعلاج الالم، تبتدي تعمل حقنات وجلسات معينه عشان تقلل الحاجات الالتهابيه وقد تفيد بعض الناس والبعض الاخر في مراحل متقدمه ما بتاثرش معاها ما بتحسنوش. طب فكره الحجامه يعني برضو ناس كتير بتتجه لا انا يعني رحت علاج طبيعي ما ينفعش، ما رحتش طبعا الحجامه هي مش فكره غلط بس هي ليها مريض معين، مش اي حد يروح يعملها، مش اي حد يروح يعملها وليها برضو ناس معينه عارفه تعملها. وللاسف الشائع برضو بيجي لنا المرضى يقول لك انا عملت حجامه ويوصف لك الموضوع وبعدين ده حتى بعد ما عمل لي الجرح وشرطها ونزل دم فاسد. طبعا مفاهيم كلها مأساويه. يعني هو اللي بيتعمل حتى لما بيتعمل دراي كابس، مش شرط ان انت تعمل وتعمل كدمه فيضطر يفضي الكدمه ويقول لك ان ده مفيش حاجه اسمها دم فاسد ومفيش القصه دي خالص. الدراي كابس او الحجامه بشكل عام هي مفيده جدا للمرضى التيبس العضلي المزمن. اوكي. وده نص شكوى المريض، يقول لك انا بشتكي من الالم في الحته دي في رقبتي او في ظهري، فهو بيستريح لما بيعملها، بيرتاح فعلا. وهي مش غلط بس هي ليها مريض معين لازم يتشخص من الاول يتعرف هتفيده ولا مش هتفيده. وهي الحقيقه مش حل دائم، هي بتفيد الناس على مراحل، في بيقعد اسابيع وبيقعد شهور محتاج يعيدها تاني او ما بيعيدهاش، والدكتور هو اللي يقول لك، والدكتور هو مش اللي انت اللي بتقرر، والدكتور اللي يعملها لك لازم يكون فاهم. لان كتير النهارده في الماركت لا هم ما اظنش ان ما بيروحوش لدكاتره، ده في حاجات كده بتتعمل كتير جدا في الماركت الطبي. بتلاقي ناس هو اصلا بيبقى مركز تجميلي او بالزبط. مضيف ليه حد علاج بهذا الوضع. وللاسف كتير منهم اللي شغالين مش اطباء، بيبقى حد هو فاهم بتتعمل ازاي او شافها بتتعمل ازاي، كان اسيستنت لحد مثلا، كان اسيستنت لحد. وكتير منهم حتى لا بيكون طبيب ولا بيكون مساعد طبيب او تمريض او حتى ليه علاقه بالمجال الطبي. فهو شافها فبيقلدها، واخدها بالحب كده، واخدها بالشكل، فبيقلدها. لما بيقلدها ممكن تعمل غلط. الكراكنج ده اصاب ناس كتير وفي بعضهم مشاهير حصل معاهم مشاكل عصبيه، كان عنده انزلاقات غضروفيه وما تشخصوش من قبلها، وفي مره من الكراكنج ده اتعمل بعنف شويه او بطريقه خاطئه دخلوا في مشاكل حركيه صعبه جدا، اللي هو سمكري البني ادمين، اللي هو سمكري البني ادمين. قصه قعدت فتره طويله وناس كتير حصل منها اصابات كبيره جدا لناس كتير. يعني هي دي مفيده لاي حد اصلا، يعني سمكري البني ادمين ده مفيد لحد جزء اصلا. من المشكله اللي بيواجهها الناس التيبس العضلي، ودي نسبة كبيرة جدا من المشكلة اللي بتحصل نتيجة لانزلاقات الغضروفية. العمود الفقري بيبتدي يعدل زاويته، لأن العمود الفقري كله زوايا من الرقبة لآخر الظهر. احنا واقفين ستريت، لكن هو العمود الفقري كله انحناءات ده خلقيا. لما بيحصل الانحناءات دي بتتعدل، ده بنسميه التيبس العضلي اللي أدى ليه عدلة زاوية الفقرات. وبالتالي ده مرض، دي مشكلة لازم تتعدل. لو حد عمل مساج هيرتاح، لو حد استخدم ميه سخنة هيرتاح، لو حد مارس رياضة خفيفة أو فتنس أو عام شوية سباحة هيرتاح. في اسباب كتير قوي او حاجات كتير قوي تقدر تريحك من القصه دي كلها. قصه سمكري البني ادمين هو مش يعني اكيد في ناس فاهمه بس الغالبيه للاسف اللي بنسمع عنها او بنشوفها هو مش متخصص. لا الكراكنج ده بيعملوه ناس في تخصصات معينه ليهم جزء في العلاج الطبيعي بيعملوه، عارف هو بيضغط ازاي وعارف ايه يقدر ازاي وقد ايه وعارف ايه اللي حاسه وقف امتى. المريض ده النهارده ممكن يقول لك مش عامل له جلسته خالص، هو فاطع انا ما ينفعش اعمل له بنجرب يعني، او مش هعمل له كراكنج المره دي ممكن اعمله له في مره تانية، او ممكن يستفيد من ده او ممكن لا. اللي بيحدد الطب مش الفهلوه. يعني انت بتروح دايجنوزد ويتقال لك انت هتعمل ده عشان يفك العضلات ومش كله ماشي بنفس السيكوال، بمعنى ان ده مريض انزلاق غضروفي وده نفس القصه، ده مشي في تراك في العلاج الطبيعي غير ده.
اللي بيحدد الموضوع او بيوجه ليه هو جراح المخ والاعصاب والعمود الفقري، وبيدي الانفورميشن او الرؤيه بتاعته اللي شافها لدكتور العلاج الطبيعي اللي بينفذ على اساسها او بيمرج معاه في فكره ان لا انا محتاج ان انا اعمل له ده هيستفيد منه، ده لا ده خطر او ده مش خطر. زي ما قلنا من شويه، مريض الانزلاق الغضروفي المتقدم او الانفجار الغضروفي زي ما بنسميه ممنوع ليه اصلا انه يعمل علاج طبيعي. اقصى حاجه ممكن يعملها يعمل مساج، يعمل تسخين، يعمل ممكن الدراي كابس والحتت دي، لكن اي حاجه فيها موشن او مانيبيوليشن خطر عليه، هو مش مستحملها وهتسوء حالته، مش هتفيد. طيب الخوف بقى وكتير من دكاتره العلاج الطبيعي اللي فاهمين بيقول لك لا انا مش هعمل لك ارجع لجراح المخ والاعصاب، انت مش مريض علاج طبيعي. ده لو حد بقى فاهم متمكن من شغلته وعارف بيعمل ايه وخايف طبعا على المريض وخايف على القصه كلها، مش عايز ان هو يخاطر بيه وشايف ان هو مش هيفيده يمكن يضره طبعا. فيقول لا انت في وضع غالبا سيرجيكال، ارجع لجراح مخ واعصاب عشان غالبا هيمشي معاك في تراك تاني غير اللي هو السيرجيكال. طيب الجراحي دلوقتي الناس بقت بتسمع انا هعمل عمليه جراحيه عشان اعالج ديسك في ظهري او في رقبتي، بيجري طبعا وبيبقى مرعوب. هو متخيل او يعني اغلبيتنا بصراحه بيبقى طبعا عندنا تخيل ان انا هعمل عمليه في ظهري او في رقبتي ان انا هتشل. يعني الحاجه الفطريه لاي بني ادم طبيعي تقولي له هتعمل عمليه ما يخافش، ده يبقى مش طبيعي. ده اكيد. وطبيعي جدا ان انت في مجال معين زي مجالنا بيبقى خايف، لان انت ده الشائع ان انا هعمل عمليه هتشل بالظبط، وده شائع جدا. وللاسف هي معلومه متناقله من ناس مش بروفيشنال، مش شغالين الشغلانه. ده حقيقي. انا عايز اقول لك ان في مرضى كتير عملنا لهم عمليات رجعوا ندموا ان هو ما عملش العمليه دي في وقت بدري، لان هو قعدوا سنين بيقاوحوا. ده حقيقي، قعدوا يحاوحوا ويمشوا بعلاجات تحفظيه او بادويه، وبعضهم بيستخدم حاجات دجاليه بقى. فلان قال لي مش عارف ادهن ايه على ايه، والحاجات اللي انت تسمعي عنها ده حقيقي. اعمل الكلام ده كله هيريحني، لكن وصلوا لمرحله حركيه مش قادرين يمشوا، مش قادرين يعملوا حياتهم اليوميه. ان ادخل الحمام، انزل اشتغل، اسوق، اروح اجي، عشان مرعوب، هو خايف من العمليه، عشان خايف. للاسف حالتهم اتدهورت. اوكي. الشائع للاسف عند الناس ان انت هتعمل هتتشال. ما كناش اشتغلنا سيمبلي. انا بقولها للناس لما حد بيجي يقول لي ما كناش اشتغلنا. ما كنتش اشتغلت انا لو كلكم هتتشلوا يعني. ومش انا لوحدي، اغلبيه اللي في المجال. والنهارده بقى في تطور كبير جدا في الاجهزه، الحاجات اللي بنستخدمها والمراقبه اللي بنستخدمها جوه العمليات. يعني بنستخدم زمايلنا من دكاتره النيوروفيسيولوجي بيقدروا يدعمونا بصوره رهيبه في العمليات الفظيعه. مش بس الديسكات والحاجات دي، في الحاجات اللي فيها اورام الحبل الشوكي بنبقى احنا نفسنا متحفظين جدا ان انا عايز اساعد المريض يستعيد حركته، بس ما اقدرش اخش وانا هو بيبقى جايد ليا. بيبقوا موصلين البيشنت زي ما احنا بنقول، موصلين البيشنت بكل الفايبرز وكل الاعصاب اللي خارجه منه. خلي بالك لا الحته دي وهو بيبقى جايدنج ليا في العمليه، بيقول لي لا احنا دلوقتي عندي السيجنال حصل فيها كذا، انت لازم تخلي بالك وانت بتشيل الورم، تخلي بالك ان الجزء ده ابتدى يتاثر عندي. هو بيبقى عينيا غير الميكروسكوب وغير المنظار وغير الحاجات اللي بنستخدمها. هو بيبقى ريليفنس ليا انا اقدر اعمل ايه وتو انه اكستنت. يعني الموضوع اتطور، حتى لو كان زمان دي اشاعه او حاجه كانت ممكن بنسبه بسيطه الحقيقه تحصل. كان الكلام ده لازم يحصل في السنين من السنين، بس انا بكلمك الكلام ده سبعينات وثمانينات ماكسيمم. بعدها الطب ابتدى يعلو ويتطور، وبقت الاجهزه كلها عندنا في مصر موجوده. كل الاجهزه اللي تتخيليها اللي بتدعم ان يطلع المريض بصوره احسن كلها موجوده في مستشفيات عديده، مش اماكن معينه بس، يعني خلاص حكوميه وغير حكوميه. ما بقاش في موضوع خوف بقى اللي هو انا هخش العمليه دي اودع اهلي انا داخل اتشل. الفكره نفسها بقت فكره الحقيقه النهارده مش مقبوله في الوقت اللي احنا فيه. خصوصا انت عندك ناس دكاتره كتير اتعلموا وخدوا التريننج بتاعهم بصوره عاليه وليهم خبرات كبيره، معاك حاجات بتدعمك جوه العمليات، انت شايف وحاسس، ومعاك تيم جوه بيقول لك انت الوضع كذا جوه العمليه. فانت نتائجك المفروض طبيا طبعا كله بامر الله، لكن نتائجك طبيا المفروض تبقى بصوره مرعبه رائعه. ما تبقاش انت قلقان زي الناس اللي كانت زمان، لان ما كانش عنده رؤيه، لا كان عنده ميكروسكوب ساعتها، ولا كان عنده اجهزه توريه، ولا كان في حد نيوروفيسيولوجي يقعد يتابعه ويقول له ايه الحق ده بيحصل ده لا. فكان ممكن فعلا يحصل كده، بس دلوقتي كانوا بيعتمدوا ساعتها من 40-50 سنه على فكره ايه، ان انا شغال لوحدي، مهاره جراح فقط، لكن هو ما عندوش حاجه مورياه، مفيش عين مع عينه، مفيش عين بالزبط. مع التطور اللي حصل بقى لا بقى ليك عين واثنين ومتابعه جوه العمليه والتخدير نفسه حتى اتطور. يعني كتير قوي يقول لك انا خايف اخش عمليه عشان التخدير لا احسن يحصل لي. النهارده التخدير بقى فكره رهيبه. مرضى بيخشوا اصلا في مراحل خطيره جدا، عندهم مشاكل قلب ومشاكل ضغط ومشاكل سكر ومشاكل فظيعه، وبينام بتخدير وبيصحى كويس جدا. يعني في كل المجالات الطبيه كل حصل حاجه اتطورت خلاص رهيب خلى المريض. والكونسبت القديمه دي محتاجين ان احنا بقى نفهمها للناس ونوعيها. الكونسبت القديمه لازم تتلغي، وبنقول للمريض ما انتش يعني مش شرط ان انت عشان عندك المشكله انك تعمل عمليه، وان احتجت تعمل عمليه فالنتائج بقت كويسه جدا. احنا البيشنتس دلوقتي بقول له انت تخرج من عمليه بتتحرك تاني يوم بتروح. كانوا زمان بيعملوا الجروح نفسها كبيره جدا في الظهر،
الالتئام بتاع العضلات والحاجات دي بياخد وقت طويل. دلوقتي بقت جروح حتى بنسميها التدخلات المحدوده، جرح صغير ميكروسكوب تقدر تفتح، تقدر تخلص كل اللي انت عايزه. مريض خلال الاسابيع الاولانيه وهو اثناء الحركه بيتعافى. يعني اصلا بيبقى خارج يقدر يتحرك. زمان مريض الديسك ده كانوا يقول لك نايمه شهرين 3 ينام في السرير ونلبسه مش عارف مين ويقعدوا، يعني كان حاجه مؤلمه. هو المشكله احنا كل الناس او الناس اغلبيتها هو ده لسه اللي في دماغهم، معلومات ما حدش قادر ينسى الفكره دي. ده حقيقي من ناس. وللاسف هي انت عارفه زي الشائعات في مصر. لما بتطلع كلمه تلاقي كله بيقولها، لا وتلاقي اصلا جدي عمل العمليه دي وفضل قاعد مشلول. صحيح. فمن ساعتها والحقيقه هو ما ننكرش ان ممكن يحصل مشكله لبعض الحالات، بس كان زمان يعني الوقت كان غير، تطور كان غير، ظروف عمليته ايه، مين اللي عمل له فين العمليه، هو جاي امتى كمان، هو جاي امتى، درجه المشكله اللي كانت عنده كانت وصلت لفين. يعني مش هنمنع ان هو في ناس حصل معاها مشاكل، بس انت لازم تحسب الحسبه كلها. بالظبط. لكن في ناس جت في مراحل متاخره، حد جاي بدري، حد لحق نفسه من بدري، اكيد بالزبط. مش زي اللي جاي عشان كده بنقول لهم ما تستناش بقى. يعني انت ظهرت عندك اعراض بنتكلم فيها، ما تستناش. كتير بننصحه وبنقول له ان هيحصل معاك المشكله، ما نقدرش نحدد لك التايمنج بتاعها، لكن لو اتطورت الامور عن كده هتفضل داخل في شكوى كبيره. وهيحصل ضعف بسرعه وعدم احساس. يعني كتير من الناس يقول لك انا خايف مش عايزه. خلاص براحتك، هتعيش منمل. مش بس قصه منمل، في وجع. يعني كتير منهم بقول له انت التنميل نفسه ممكن تتعود عليه، او تصاحب الالم. شوف لدرجه ايه، يعني يقول لك انا متالم لكن مصاحب الالم. ده حقيقي. الاصعب في شغلانتنا اللي بنخوف الناس منه، لان هو ده اللي فعلا احنا بنبقى مركزين عليه، الضعف. وكتير جدا من الناس ضعف العضله نفسها، ضعف الحركي. كتير من الناس كبار في السن يقول لك انا ما بقتش قادر اخش الحمام. يعني هو مش عايز حد، مش عايز يعمل حاجه، مش قادر يشتغل، مش عايز يسوق، مش عايز يعمل حاجه عظيمه، عايز اخش تويلت، مش عايز حد من ولاده يسنده، مش عايز حد يخش جوه يساعده. هو الديجنيتي بتاعته واحساسه ان هو عايز يخدم نفسه حتى لو في ايامه الكبيره او ايامه الاخيره زي ما بيقولوا، مش عايز حد يساعده في الحتت دي بالذات. كتير منهم بيلجأ للموضوع ده عشان ما يبقاش حاسس ان انا مش عارف اخدم نفسي في ابسط حاجات اليوميه. بالظبط. طب والسن الكبير، يعني دايما برضو بنقول لا يعني ده حد كبر بقى خلاص، يعني مش مشكله بقى لو بقى بدردن او بقى نجيب حد يسنده، ما فيهاش حاجه، لكن ما يخشش عمليات في السن الكبير ده. انا حالات كتير عملتها من الناس اللي سن كبير وهم كلهم بيقول لك يا ريتني كنت عملت. السن الكبير ده انا بتكلم في 70 و80 سنه. يعني مش حد اصغر من كده كمان، ده 70 و80 سنه وقال لك انا افضل على الوضع ده. كتير منهم فرقت معاهم حركان كتير، وفرقت معاهم طبعا نفسيا، ان هو قادر يتحرك، قادر يخدم نفسه، قادر يعمل حاجاته اليوميه. بعضهم كمان وصل المشكله ان هو الاحساس ابتدى مش مظبوط في نصه او في جزء من جسمه. فكتير يقول لك انا دلوقتي بقى عندي مشكله ان البول مثلا بيسبقني. فالحكايه دي مضايقاهم جدا. مش مجرد مشكله حركيه بس، مشكله حسيه. بس هو حياته يعني كل حاجه وقفت، كل حاجه وقفت. لكن زي ما بقول لك التطور اللي حصل خلى ان انت اي سن تعمل، يعني حتى اي مخاطر بيعمله. حلو قوي. تمام. حلو قوي. وبنتائج ممتازه. لكن هي الفكره احنا محتاجين نغير صوره الخوف دي، ان هو فعلا الكلمه لوحدها بتخوف. الخوف لوحده، والحقيقه انا لسه بقول لك الناس ليه حق تخاف. يعني طبعا اي حد بتقولي له هتعمل عمليه لازم يبقى خايف. طبعا. لكن انت لازم تسمع ولازم تشوف ولازم تشوف بيشنتس تانية، ولازم تشوف الجراح اللي عامل لك ده عمل كام حاله، نتائجه ايه، الناس بتقول ايه، وضعه ماشي ازاي. لا وهو هيقول لك انت بالظبط هتتعافى ازاي لحاله فلان شفته كان عامل له بقى كويس. وده الحقيقه بنسمعه ان الحاله دي. وكتير جدا من البيشنتس يقول لك انت كنت عامل لفلان عمليه، قريبي انا هو اللي قال لي اجي لك عامل. يعني الورد اوف ماوث لسه طبعا لسه شغاله وكويس، هي اللي مطمنه الناس. لكن وصل للحته السيريس واهملها، دخل في حته مش لطيفه، مش لذيذه، واضرارها في الجهاز العصبي فظيع. لان ما عندناش ريكفري للموضوع. لا عملت في وقت مناسب هتجد نتيجه رائعه، عملت في وقت متاخر بيديك نتيجه احسن نص. لكن ما اقدرش اوصلك للاوبتيمم، الا في بعض الحالات. الا في بعض الحالات اللي ربنا اكرمهم واكرمنا وقدروا يتحسنوا ورجعوا لحركتهم الطبيعيه. فما نتاخرش يا جماعه، يعني لو الموضوع التاخر دايما ليه فاتوره. هو التاخر وحش في كل حاجه، التاخر دايما ليه فاتوره، كل حاجه في صحه البني ادم عامه. الفاتوره دي من صحتك ومن حركتك. من حركتك بس يعني. فهي دي النقطه طب في شغلانات بقى يا حرام هم ما لهمش ذنب، بالذات بعد الكورونا وخلاص في ناس بقت مينلي شغلها working from home. طبعا. وطبعا working from home انت ولا قاعد على مكتب كويس ولا قاعد على كرسي حقيقي. برضو الشركات بتبقى مهتمه طبعا ان الكرسي يبقى مظبوط، ان يعني برضو انت قاعد على الكنبه ولا قاعد على الريكلاينر ولا قاعد على السرير، برضو قعدات غلط. وفي مهن برضو تانية زي الدنتست وزي دايما بيعانوا من هو هيجيله كده تسك ده نصيبه خلاص. طب ازاي يحمي نفسه؟ ما هو من حقه برضو يبقى خايف، يحمي نفسه ازاي؟ الشغلانات في شغلانات الحقيقه شغلانات رئيسيه لازم هيتضرر بصوره او باخرى. مثلا اللي بيسوق، اللي بيشيل ويطلع حاجات لمباني وبيعمل ده شغلانات لازم هيتأذي.
الاوفيس ورك غالبيتهم بيتقاسوا، وخصوصا مثلا عملت حالات كتير منهم وشفت حالات كتير البانكرز، لان هو ما عندوش قوي فرصه انه يقوم يتحرك، هو قاعد لان طول النهار في ترافيك، غير مثلا بتاع الشركات عنده شويه وقت بين الميتنج وبين الحقيقه، عنده شويه وقت الحركه. يعني الحركه البسيطه دي بتفرق جدا، ان هو يقوم من مكتب لمكتب، دي اصلا بتفرق. هقول لك ليه، لانه احنا قاعدين بيزيد حاجه اسمها الانتراديسكال بريشر، الضغط اللي جوه الغضروف زي ضغط الكاوتش كده. وانت قاعد في بوزيشن معين بيبتدي يتزايد مع الوقت، كل ما زاد الوقت كل ما البريشر يزيد. فيعرضك لانزلاقات غضروفيه او ضمورات غضروفيه ثم انزلاقات غضروفيه بدرجات مختلفه. واللي عنده انزلاق غضروفي طبعا بيعاني وبيزيد مشكلته طول ما هو قاعد طبعا. بس يعني مجرد ان هو دكاتره السنان من اكتر الناس معلش المتضررين، رقبتهم وظهرهم في حاجه بتطلع لنا سيرفايكال ولامبر بصوره رهيبه أساسي. لان هم البوزيشن بتاعهم على البيشنتس. مفيش شغلانات مش هتقدري تقولي للبيشنت او بطلها أكيد. لكن هتقولي له هاو تو موديفاي يعني مجرد انه يغير البوزيشن بتاعه ان شاء الله حاجه بسيطه. دكاتره السنان على فكره من زمايلنا ومن اصحابنا بقول له انت بوزيشن البيشنت في الوضع اللي يريحك انت. ده حقيقي، بس ده حقيقي. وعندكم طبعا الكراسي فيها دلوقتي اوبشنز ان انت تقدر تعدله كده وتقلل كيرف كده. وفي نفس الوقت بقول لهم لو انت السيشن ممكن يتقسم قسمه. بلاش تدوس على نفسك الدوسه يعني اللي الحاجه اللي ممكن تخلص ساعه ونص ساعتين ممكن تعملها على 2 سيشنز البيشنت. قسمها على نفسك، وبين البيشنت والتاني لازم ترتاح. لان كان في ناس يقول لك لا انا بشتغل مثلا من الساعه 9 الصبح للساعه 6 انا شغال الحالات كلها ورا بعض. ده حقيقي. فبيوصل بعد كده غضاريفه ما بتتحملش ده. لا وبعد كده مش هتعرف تشتغل ده اصلا خلاص يعني. بالظبط يعني ما تدوسش الدوسه اللي بيحصل معاهم المشاكل الفقريه دي. وزي ما بقول لك دكاتره السنان للاسف من الناس اللي فيري كومن في الامور دي. الناس بتوع الاوفيس ورك بقول له قوم غير بوزيشن بين وقت للتاني، ما يعديش ساعه الا ما تقوم 10 دقائق تلف وترجع. بس مجرد لو عمل كده هو حمى نفسه حقيقي. ولو قدر يعمل حاجات يوميه فيها فتنس يقوي عضلات ظهرك بصوره كويسه، هي دي بتحميك. يعني لو لعب رياضه بسيطه ولو حتى هوم يعني لو حتى العب في البيت، مش لازم ان انت لازم تروح جيم، ما عنديش وقت للجيم وما عنديش وقت بعد الشغل العب شويه الصبح. عندك وقت لده 2-3 في الاسبوع، اعمل سترينثنينج شويه لعضلاتك. هتدي سبورت بصوره كويسه جدا للديسكات والفقرات ظهرك. بيرفكت. والله يا دكتور يعني احنا الحلقه كانت مفيده جدا، واحنا فعلا يعني كلنا اكيد استفدنا، يعني ان احنا كل الناس بتعاني من ظهرها ومن رقبتها وكله خايف وكله طبعا. بيتجه في اي اتجاهات تانية غير ان هو يروح للدكتور، كأن الدكتور يعني خلاص انا هروح خلاص. هو الشائع في بلدنا ان انت هتروح فهتخش في مشكله، هتعمل عمليه، فانا على ايه انا امشي وفلان قال لي اخد كذا وفلان ارتاحت على كذا. هو للاسف كله بيتنقل خبراته الطبيه وهو مش دكتور. ده حقيقي. وانا لسه بقول لك 90% من البيشنتس ما بيحتاجوش، واللي بيحتاج بيطلع نتائج كويسه الحمد لله وبيبقى اريح. يبقى احنا محتاجين برضو نقول للعيانين يا جماعه انت لو مش محتاج الدكتور هيقول لك انك مش محتاج بس. يعني ما تقلقش، ما انت مش رايح يقول لك انا داخل على رجلي اخش اعمل عمليه. يعني كتير منهم على فكره البيشنتس اللي مش محتاجين قعدوا اسابيع وفي بعضهم قعد شهور لكن في الاخر وصلت نتائج ودوره كويسه جدا. لكن انا مش هدخلك تعمل عمليه انت مش محتاجها. مش هدخلك تعمل عمليه عشان انت ترتاح دلوقتي. يعني كتير منهم يقول لك لا بس انا الالم مجنني، لا انا محتاج عمليه اعملها لي. انت مش المريض بتاع العمليه. لان انا عندي علامات معينه بتقول لي اعمل لك. لو عملت لك بدون داعي هتتضرر دلوقتي هتضرر قدام. فهي الفكره مش فكره ماشيه خلاص ان اي حد يعمل عمليه وخلاص. لان هيحصل لك ضرر لو انت مش محتاجها كمان. يعني مش طبعا وهتشتكي من الم مزمن، غضاريف بتتشال بدون داعي، الم رهيب في الظهر مزمن للناس. هو الناس بتبقى فاكره ان العمليه ده الحل الاخير، فاللي هو لو ما فيش مشكله انا جاهز اعمله دلوقتي. لا لو محتاجه اعمله. لو مش محتاجه لا. مين اللي هيعرفك؟ ده الدكتور اللي بيتعالج. طبعا. لكن ما تتجهش من الاول لنصايح خارجيه، ما تتجهش من الاول لعلاج طبيعي وانت ما تعرفش عندك ايه. اكشف الاول، لان انت ممكن تكون مش محتاج علاج طبيعي، ممكن تكون مش محتاج العمليه، وممكن العلاج الطبيعي يأذيك، وممكن تحتاج دواء بس انت في انه ليفل ومحتاج ايه ده اللي هو الدكتور اللي هيحدد. بس كده. ثانك يو يا دكتور جدا، نورتنا، وان شاء الله نبقى مع بعض بقى تاني ان شاء الله. استنونا في حلقه تانية جديده من بره روشيتا، واستنوا حلقه قويه قوي.